السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. معانا النهاردة دايو 4 المصري، كاوتش عامل زي اللي راكب في الهوجن 4. اللهم صل على النبي. الشاسيه الشغل المصري شغال، بس عايز محافظة ان شاء الله. لا قوة الا بالله. اللهم صل على النبي. ده انا هديك دلوقتي ما اخلص هديك القناة برضه تخش عليه. الشاسيه طبعا اللحامات المصرية دلوقتي بقى يعملوا فيها تعديل وشغل مختلف تماما عن المراحل اللي فاتت. طبعا معروف ان المصري مكتوب عليه موديلات زي كده. كل التفاصيل واحدة واحدة معاكم اهو. طبعا الترس الخلفي بيبقى 38 سنة، عفوا 38 سنة ده الهوجن، هنا 42 سنة، عشان طبعا بيكبروا الترس الأمامي علشان الكركرة والكلام ده. طبعا المكنة الدايو معروفة من زمان ان هي حاجة نظيفة جدا جدا وعلى مستوى عالي. بسم الله ما شاء الله، شغلها كويس وكل حاجة، بس لو جبت مكنة أصلي وحاجة محترمة برضه لازم إنك تحافظ عليها. بصوا التفاصيل. طبعا 2 فتحة شكمان ماشي، وفتحة بوجيه واحدة. طبعا هنا مفيش كلمة دايو، العادية خالص. بسم الله ما شاء الله ماشي. رقم الموتور مفيش دي واي ولا حاجة، بس ده علشان أنا بوضح كل حاجة عشان ده المصري. زي ما قلت لكم الترس الخلفي 42 سنة. بسم الله ما شاء الله. احنا بنجيب لكم كل حاجة بالتفاصيل. يا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة علشان ان شاء الله ينزل لكم كل جديد، وكل حاجة بالتفاصيل ان شاء الله هنصورها لكم. حنفية البنزين بالفلتر ما شاء الله. طبعا الفرامل الأمامية باكم، والخلفية طبعا على تي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.